يا جماعة أفخم شيخو اليوم بدي أعمل لكم. الشيخو كتير سهل، عبارة عن كوسة حفرته وحضرته وغسلته وحطيته تتصفى ميته وأنا بخرمه هيك لأنه بلاقي منظره حلو، وهيك علمونا أهالينا. تمام. نشا ولبن، أنا عندي 1.5 كيلو لبن، بدهم تقريبا معلقة وشوي نشا ولحمة مفرومة ورز وملح وفلفل. تمام. عشان ما طول عليكم، الشيخو ما بينحط له الا ملح وفلفل عشان ما يأثر على طعمة اللبن بالنسبة للحمة. وهلأ حأحفر الكوسيات وإقليهن وارجيكم كيف حنقلينا كم حبة، واطبخ اللبن، اشوي للبن، واللبن مثل العادة برجع بقولكم اختصارا للوقت، اللبن بس بنحط له نشا، مجرد ما بيغلي بنزيده من هلا برجيكم شو بس رح بقلكم بنزيده من مية سلق الكوسة، لانه احنا بنسلق الكوسة. خليني امشي معكم خطوة بخطوة على السريع، خليكم معي. يلا هي قلينا الكوسايات واختصارا للوقت قليت، بعد ما قليتهم حطيتهم بمي مغلية، هلا بيغلوا قلبتين مو اكتر. طبعا اللحمه انا مصفي ميتها مزبوط، وحطيت لها بصله وملح وفلفل، وحشيت الكوسايات. في ناس بتحشي وبعدين بتقلي، في ناس بتقلي بعدين بتحشي، انا من جماعه بحشي الكوسه بعدين بقليها، مع انه هي بعد القلي بتاخد لحمه اكتر لانه بتطرى، بس انا كمان والله بعبيها منيح وبحفرها منيح، اللي المهم ما يكون فيها بذر الكوسه. وهلا قلبتين 3 وبسقطهم على اللبن، خليني اشوي اللبن وسقط وارجيكم بالنهايه. نطبخ الرز، قليت الشعيرية بالسمنة وحطيت لها شوية مي. طبعا كلنا بنعرف نطبخ الرز، بس صدقوا في لغاية الآن ناس ما بتعرف تطبخ رز. هي حطيناه وحسقط الرز فوقه واضغطوا على طنجرة البخار على السريع. حطيت لها خدمة الرايز، وينها ليكها، حطيت رايز بحطها هلا على السريع، قليت الشعيرية فيها وهلا على السريع بيستوي الرز. وهي ابو رياض حيرش لنا الملح بس عشان اكد عليكم، انا بعمل الرز عن نظر طول عمري سبحان الله. غمر الرز مي يا دوب نتفه صغيره مبين معكم، وانا بخلط زيت وسمنه. الزيت اساسي بالرز، بخليه مفلفل وبيعطيه لمعه حلوه. يلا حنضغطها. وهون هي اللبن غلى، انا ما بحط له نهائيا مي، نهائيا ولا نقطه مي، والنشا بذوبه بقلب اللبن، بيغلي اسرع وما بياخذ وقت على الغاز. هلا رح بزيد الكوسايات مية من الكوسة اللي احنا غليناها فيها باللبن، وحسقط الكوسايات، يعني حأوزن المي، ما خلي اللبن لا سميك ولا مري، انت حسب ما بدك عن نظر. ومرقة الكوسة كتير طيبة تبعت السلق، في ناس ما بتسلق الكوسة بتسقطه رأسا بقلب اللبن يغلي، نحنا بنحب نسقطه بيطلع هيك سبحان الله أطيب. جربوها على طريقتي. طبعا هون ابو رياض لازم يتدخل، هي اجى يسكب لنا الرزات، وحاسكب انا الشيخو وارجيكم اياه. يلا. وهي اللبن والكوسه استووا، حطيتهم غلوا مع بعض غلوتين 3، شربوا من نكهات بعض، وهلا رح نبلش ناكل. يلا. تدخلات ابو رياض اللي ما بتخلص، رشلنا فلفل على الشيخو بعد ما انا سكبته، شايفين لما بيتحزز كيف بيطلع حلو منظره. وهي فلفلت الرز بطنجرة الضغط، شوفوا ما أطيبه. بتمنى تجربوا طريقتي، كتير سهلة وخطواتها سريعة، ما رح تاخد منكم وقت نهائيا، وعلينا وعليكم بألف عافية. وشكرا يا أبو رياض على الفلفل.